المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء واستهلها كالمعتاد بأبرز العناوين. إصابة شخصين بكورونا اليوم. ارتفاع خدمات الولادة في جنوب البحر الأحمر بنسبة 40%. أنشطة نفير تنموية في ضاحية حرات بمديرية الدقيح. بدأ وقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا. بوتين يستعرض قدرات البحرية الروسية. والمئات من رجال الإطفاء يكافحون حريق غابات في وسط البرتغال. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة اكتشاف إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا بالفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 27 من يوليو للمتواجدين في مراكز العزل في ضواحي منطقة اندغرغيس بالإقليم الجنوبي. وقد عاد المواطنان في الأسابيع الماضية من إثيوبيا بطرق غير نظامية. كما شفي مواطنان كانا يتلقيان الرعاية الصحية في مستشفيي مندفرة وأفعبت، وتم تسريحهما إلى منزليهما. بهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم 265 حالة إصابة، شفي منهم 191 مريضا، ولا يزال 74 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من يوليو 2020. بفضل حملات التوعية الجارية في إقليم جنوب البحر الأحمر، ارتقى أعداد الأمهات اللائي لا زلن يتابعن الرعاية الصحية قبل وبعد الولادة، وكذلك صحة الجنين والولادة في المؤسسات الصحية. وأوضح الدكتور دانييل هابتو مسؤول الصحة العامة في مركز رعاية الأمومة والطفولة بمدينة عصب ارتفاع نسبة الخدمات الصحية للولادة خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالأشهر التي سبقتها ب40%. وهذه نتائج مشجعة، إلا أنه يتطلب بذل جهود حثيثة لمزيد من الفعالية. وأشار إلى أن المركز يقدم خدمات صحية للحوامل القادمات من المديريات الأخرى إضافة إلى سكان مدينة عصب، موضحا بأن المركز ونتيجة لامتلاك المركز المعدات الصحية والكادر الصحي الكافي ظل ينجز عمليات جراحية بالقدرات الذاتية، حيث كانت تجري سابقا تلك العمليات الجراحية للحوامل بالتعاون مع مستشفى عصب العسكري. في الختام ذكر الدكتور دانييل تخصيص سيارات إسعاف للحوامل المراجعات إلى المستشفى لضمان صحتهن وصحة أجنتهن كي تفشل عملية المتابعة تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، مناشدا لإضافة غرف لانتظار الحوامل. يقوم سكان ضاحية حرات في مديرية الدقيح بالإقليم الجنوبي بتنظيم أنشطة نفير شعبي لصيانة طريق بطول 12 كيلومترا يربط بين منطقتهم ومدينة الدقيح. وأوضح مدير ضاحية حرات سيد سلطان أنقسوم مشاركة أكثر من 400 شخص يوميا لصيانة الطريق، كما يقومون بإنجاز أعمال بناء جدار حجري وقنوات على أطراف الطريق. وذكر السيد سلطان بأن المواطنين يساهمون بوفاء وهمة عالية لإنجاز المهام، إدراكا لأهمية الطريق المنطلق من مدينة الدقيح والمؤدي إلى مديرية صرونة ومنطقة كوعتيد، داعيا شركة حارات لتوظيف باص في هذا الخط. وتبعد منطقة حرات 14 كيلومترا من الجهة الغربية لمدينة الدقيح. يقوم شباب قريتي مسقاد وعد باخوخاي بمديرية غال نفحي في الإقليم الأوسط بصيانة طريق طوله 6 كيلومترات يؤدي إلى القريتين من دعر وقولوس. وقد كان سوء الطريق يؤثر على الحركة والتنقل إلى القريتين، ويعملون بمبادرتهم لإزالة هذه الإشكالية. وأكدوا على العمل لإنجاح برامج التنمية الجارية في منطقتهم والاستعداد للإيفاء بكل المتطلبات لدوام خدمات الكهرباء والمياه التي أدخلت في الفترة الماضية وتوسعتها. وقال مدير ضاحية دعر قولوس السيد فصوم رأيه إن فعالية برامج التنمية ترتكز على الشباب، مشيدا بمبادرة الشباب.
تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية ب185 ألف دولار بمناسبة 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء الأبرار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. المزيد في سياق التقرير التالي. تبرع الإريتريون المقيمون في مختلف المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية 185 ألف دولار بمناسبة 20 من يونيو ذكرى يوم الشهداء الأبرار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. ووفق المعلومات الواردة من السفارة الإريترية، تبرع المواطنون المقيمون في لاس فيغاس 21,730 دولار، وفي شيكاغو 23,760 دولار، وفي سياتل 14,000 دولار، وفي مينيسوتا 10,840 دولار، وفي دالاس 30,720 دولار لرعاية 42 أسرة شهيد لفترة عامين، و58,400 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. بالإضافة إلى ذلك، تبرع المواطنون المقيمون في بورتلاند ب7,200 دولار لأسر الشهداء، وفي أوكلاند 2,995 دولار، وفي هيوست 941 دولار، وفي دنفر 14,631 دولار، ما مجموعه 185,217 دولار أمريكي. من جهة ثانية، سمح السيد يوهانس أنانيا مع زوجتها السيدة محرة هيلا المقيمان في تورونتو الكندية بإقامة مجانية لأسرة مستأجرة منزلهما في دكام حرب الأقليم الجنوبي ل4 أشهر. والسيدة أبرهت في الساحل المقيمة في إدمنتون ل3 مستأجرين في قحوطة لشهرين، والسيد أبرها رادا في كرن لمستأجر واحد ل3 أشهر، والسيد يوناس جرزجر المقيم في كيشنر لمستأجر في منطقة قرقف بإقليم القشبركة لشهرين. كما سمح السيد محاري عند برهام مع زوجتها السيدة سارة أوبيل المقيمان في إيطاليا إقامة مجانية لأسرة مستأجرة منزلهما في مندفرة ل3 أشهر. والسيدة بينش والداي المقيمة في الرياض بالمملكة العربية السعودية لمستأجر فندقها دينا في قجرة ل6 أشهر، ولمستأجر مؤسسة قطع الغيار ل3 أشهر. في إطار المساعدات المالية والعينية الجارية للمحتاجين في مديرية دك أمحري، ساهم سكان منطقة هدامو ب30 ألف نقفة وزعت على 60 من المحتاجين، فيما ساهمت أسرة السيد صهية خلاهيمانوت ب7,500 نقفة لذات الغرض. وفي ضحية سسح ساهم سكان منطقة دق نازو ب59 ألف نقفة وزعت على الأسر المحتاجة. كما استخرج المواطنون 20,300 نقفة لزراعة مزارع المحتاجين بواسطة الجرارات الزراعية. كما تبرع سكان منطقة قادين ب10,200 نقفة لزراعة أسر الشهداء بالجرارات، وتم توزيع مواد استهلاكية كلفت 4,550 نقفة على المحتاجين. في غضون ذلك ساهم المواطنون في ضاحية تخول بزراعة مزارع 10 من أسر الشهداء بالثيران، فيما وزع المزارع هبت سلاسي حقوس 180 كيلوغراما من الفواكه لكبار السن والمحتاجين. كما قامت جمعية أبناء كورباريا بتقديم مساعدات مالية للمحتاجين في ضاحية وسط مدينة دكام حره. جهة ثانية، ألغى السيد تخلو قبرزقي مدفوعات إيجارات 7 مؤسسات تجارية تابعة له في وسط مدينة دكام حره ل3 أشهر. كما ألغى السيد تخلى هيمانوت يوهنس إيجار 2 شهرين ل3 مستأجرين. وفي ضاحية مصالو سمحت السيدة قمر تسفى ميكائيل بالإقامة المجانية ل3 مستأجرين لمدة شهر، والسيد محرة آب هبت جبريل لمستأجر واحد لمدة شهر واحد. سادتي، بعد الفاصل نعود بالأخبار الخارجية. بدأ الانفصاليون الأوكرانيون المدعومون من روسيا وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار شرقي أوكرانيا، في خطوة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع حد لنزاع مستمر منذ 6 سنوات. وقال مسؤولون انفصاليون إنهم أمروا قواتهم بوقف إطلاق النار وأصدروا مرسوما يحظر استخدام الأسلحة. أما الجيش الأوكراني فقال إن قواته بدأت الاستعدادات لوقف إطلاق النار أيضا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن وقف إطلاق النار سيمهد الطريق لتنفيذ بنود أخرى من اتفاق مينسك للسلام، واصفا وقف الهدنة بالاختراق.
وفي مكالمة هاتفية أشاد رئيسا روسيا وأوكرانيا بالاتفاق وأكدا على أهمية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ديسمبر في باريس. وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن قلقه بشأن دعوات كييف لمراجعة اتفاقيات مينسك، وقال إن موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الطبيعة غير القابلة للاستبدال لاتفاقيات مينسك يجب أن يترجم إلى أفعال حقيقية. حضر الرئيس فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرجي شويغو القائد العام للبحرية نيكولاي يفيمينوف استعراضا للأسطول البحري الروسي بمشاركة نحو 50 سفينة عسكرية وعشرات المقاتلات و3000 عسكري. وهذا الاستعراض هو حدث سنوي يحتفل فيه بالأسطول البحري الروسي، ويشارك فيه أسطول البحر الأسود وأسطول بحر الشمال وأسطول المحيط الهادي وأسطول بحر قزوين، وأيضا الأسطول الروسي في قاعدة طرطوس الروسية. وقال بوتين إن البحرية الروسية ستمتلك أسلحة نووية هجومية أسرع من الصوت وغواصات نووية مسيرة، وهو ما كانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت إنه في مرحلة الاختبار الأخيرة. ويقول بوتين إنه لا يريد سباق تسلح، لكنه كثيرا ما يتحدث عن جيل جديد من الأسلحة النووية الروسية التي يقول إنها لا مثيل لها ويمكن أن تضرب أي مكان تقريبا في العالم. ويشكك بعض الخبراء الغربيين في مدى تطورها. يكافح ما يزيد على 700 من رجال الإطفاء حريق غابات ضخمة في وسط البرتغال، لكن الرياح القوية تعرقل جهود إطفائه. واندلع حريق الغابات في بلدية أوليروس، لكنه استمر وامتد الآن إلى بلديتين مجاورتين، وأدى بالفعل إلى إصدار أوامر إخلال العديد من الناس كإجراء احترازي. ولقي رجل إطفاء حتفه في حادث طريق أثناء مكافحة الحريق، في حين أصيب 6 آخرون. وهذا الحريق صغير مقارنة بذلك الذي ضرب المنطقة في يونيو 2017، فأدى لمقتل 66 شخصا وإصابة ما يزيد على 250. وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن البرتغال واحدة من الدول الأوروبية الأكثر تضررا بسبب الحرائق كل عام. أثارت في الآونة الأخيرة عودة جمل إلى صاحبه القديم بعد عام من بيعه وقطعه مسافة 100 كيلومتر. أثارت مشاعر الرعاة بيانور بمنغوليا الداخلية بشمال الصين. في الخريف الماضي قام أحد الرعاة بمنطقة منغوليا الداخلية ببيع هذا الجمل إلى مشتر يبعد أكثر من 100 كيلومتر، لكن الجمل هرب من صاحبه الجديد عائدا إلى صاحبه الأول بعد أن قطع مسافة تزيد عن 100 كيلومتر عبر خلالها الجبال والأنهار والسياجات والطرق العامة والسريعة، ووصل إلى منزل صاحبه وجسده تكسوه الجروح. وفي 3 من يوليو الحالي عبر الجمل المتعب بمنزل أحد الرعاة فاعتنى به الأخير وقام بمداواة جراحه، لكن صاحبه الثاني بعد أن علم بالخبر تنقل إلى حيث يوجد الجمل وعاده إلى بيته من جديد. والتقط العديد من المارة صورا للجمل وهو مصاب بالجروح، فتأثر صاحبه الأصلي فاستبدل الجمل بآخر وقرر أن يبقيه معه طوال الحياة. هكذا سادتي انتهت نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.